صورة زي دي مثلا، لو كبرتها كده هدوس الت وامسك من الاول علشان تكبر مع بعض. انما لو مسكت من هنا كده هتكبر من ناحية واحدة، لا انا عايزها تكبر كلها مع بعضها، عايز كل ده يبقى مرتبط ببعضه. فهدوس الت لو انا من الكمبيوتر طبعا، وهمسك من الطرف كده، اي طرف بقى، الطرف ده الطرف ده، بس عود نفسك ان انت لما تكبر وتصغر تكبر من الطرف اللي هو الاربع اطراف دول، ما تكبرش وما تصغرش من الاربع اطراف اللي في النص دول. ليه بقى؟ لما بتصغر كده بص ايه اللي بيحصل، بيقص من الصورة مش بيصغرها، انما لما بتصغر كده بيصغر كده اهو. فانت لو عملت كده برضو قص من الصورة، هو بيقص لك الصورة على المقاس اللي انت بتحدده. فانت لما تكبر وتصغر ما تكبرش وتصغر من الاربع نقط اللي في النص دول، خليك دايما على الاطراف. عايز تكبر من ناحية واحدة هتمسكها كده وتكبر منها، عايز تكبر كل الصورة كلها مع بعضها هتدوس الت، فكده الاربع اتجاهات اتربطوا ببعض، فهتمسك من الطرف كده وتكبر بالشكل ده وتظبط الصورة بتاعتك، وتبدأ تعمل الصورة المصغرة اللي انت عايزها.